جاهز يا بطل؟ هات كوباية الشاي ويلا نبدأ. Renew المستوى B1 المعنى يجدد صلاحية شيء أو يستأنف. المثال الأول I need to renew my passport next month. الترجمة أحتاج إلى تجديد جواز سفري الشهر القادم. المثال الثاني They renewed their efforts to find a solution. الترجمة استأنفوا جهودهم لإيجاد حل. Renewal المستوى B2 المعنى تجديد أو استمرارية. المثال الأول The contract is up for renewal. الترجمة العقد متاح للتجديد. المثال الثاني The city is undergoing urban renewal. الترجمة تمر المدينة بعملية تجديد حضري. Renewed المستوى B2 المعنى متجدد أو مستأنف. المثال الأول He felt a renewed sense of confidence. الترجمة شعر بشعور متجدد بالثقة. Renewable المستوى B1 المعنى متجدد خاصة للطاقة أو قابل للتجديد. المثال الأول Solar power is a form of renewable energy. الترجمة الطاقة الشمسية هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة. The figures المستوى B1 المعنى الأرقام أو الإحصائيات. المثال الأول The latest figures show a decrease in sales. الترجمة تظهر الأرقام الأخيرة انخفاضاً في المبيعات. Graph المستوى A2 المعنى رسم بياني. المثال الأول This graph shows the population growth. الترجمة هذا الرسم البياني يوضح النمو السكاني. Graphic المستوى B2 المعنى بياني أو تصويري واضح جداً أو رسومي. المثال الأول بياني The report includes several graphic illustrations. الترجمة يتضمن التقرير عدة توضيحات بيانية. المثال الثاني تصويري أو واضح The witness gave a graphic description of the accident. الترجمة قدم الشاهد وصفاً تصويرياً أو دقيقاً وواضحاً للحادث. Upward trend المستوى B2 المعنى اتجاه تصاعدي. المثال الأول There is an upward trend in global temperatures. الترجمة هناك اتجاه تصاعدي في درجات الحرارة العالمية. Plant-based المستوى B1 المعنى نباتي يعتمد على النباتات. المثال الأول He follows a plant-based diet. الترجمة هو يتبع نظاماً غذائياً نباتياً. Noticeable المستوى B2 المعنى ملحوظ أو ملموس. المثال الأول There has been a noticeable improvement in your English. الترجمة حدث تحسن ملحوظ في لغتك. Fraud المستوى C1 المعنى احتيال أو تزوير أو شخص محتال. المثال الأول العملية He was found guilty of bank fraud. الترجمة أدين بتهمة الاحتيال المصرفي. المثال الثاني الشخص He claimed to be a doctor but he was a fraud. الترجمة ادعى أنه طبيب لكنه كان محتالاً. Degree المستوى A2 المعنى درجة حرارة أو زاوية شهادة جامعية. المثال الأول القياس Water freezes at 0 degrees Celsius. يتجمد الماء عند 0 درجة مئوية. المثال الثاني الشهادة She has a degree in physics. هي حاصلة على شهادة في الفيزياء. Greater المستوى A2 المعنى أكبر أعظم. المثال الأول The need for help is greater than ever. الحاجة للمساعدة أكبر من أي وقت مضى. Statistics المستوى B1 المعنى إحصائيات أو علم الإحصاء. المثال الأول Statistics show that more people are traveling by train. تظهر الإحصائيات أن المزيد من الناس يسافرون بالقطار. Global المستوى B1 المعنى عالمي شامل. المثال الأول Pollution is a global problem. التلوث مشكلة عالمية.
thefts المستوى B2 المعنى سرقات. المثال الأول The police are investigating a series of bank thefts. تحقق الشرطة في سلسلة من سرقات البنوك. theft المستوى B1 المعنى سرقة الجريمة نفسها. He was charged with car theft. وجهت إليه تهمة سرقة سيارة. unemployment المستوى B1 المعنى البطالة. المثال الأول The government is trying to reduce unemployment. الحكومة تحاول تقليل البطالة. grow المستوى A1 المعنى ينمو يزرع يزداد. المثال الأول النمو Children grow very quickly. الأطفال ينمون بسرعة كبيرة. المثال الثاني الزيادة The problem is starting to grow. المشكلة بدأت تزداد. growth المستوى B1 المعنى نمو زيادة تطور. المثال الأول النمو الطبيعي The tree has shown a lot of growth this year. أظهرت الشجرة نمواً كبيراً هذا العام. المثال الثاني الزيادة الاقتصادية There is a steady growth in the company's profits. هناك نمو مستمر في أرباح الشركة. highest المستوى A2 المعنى الأعلى. This is the highest mountain in the world. هذا هو أعلى جبل في العالم. fewer المستوى A2 المعنى أقل للأسماء المعدودة. Fewer people are smoking these days. عدد أقل من الناس يدخنون هذه الأيام. recent المستوى B1 المعنى حديث مؤخر. Have you seen any recent movies؟ هل شاهدت أي أفلام حديثة؟ preposition المستوى B1 المعنى حرف جر. in and on are prepositions. in و on هما حرفا جر. proposition المستوى C1 المعنى عرض مقترح قضية منطقية. He made me a business proposition. قدم لي عرضاً تجارياً. propositional المستوى C1 المعنى متعلق بحرف الجر أو شبه جملة جار ومجرور. In the car is a prepositional phrase. في السيارة هي شبه جملة جار ومجرور. propositional المستوى C2 المعنى خبري متعلق بالقضايا المنطقية أو العروض. The logic of the argument depends on its propositional content. منطق الحجة يعتمد على محتواها الخبري القائم على الافتراضات. interpretation المستوى C1 المعنى تفسير تأويل. What is your interpretation of this poem؟ ما هو تفسيرك هذه القصيدة؟ exclamation المستوى B2 المعنى تعجب صرخة. He gave an exclamation of surprise. أطلق صيحة تعجب. interjection المستوى C1 المعنى صيغة تعجب كلمة اعتراضية مثل wow. ouch is a common interjection. هي صيغة تعجب شائعة. flu المستوى A2 المعنى influenza. المثال الأول I think I'm coming down with the flu. أعتقد أنني سأصاب بالإنفلونزا. steady المستوى B2 المعنى ثابت أو مستقر. المثال الأول We need a steady income. نحتاج إلى دخل ثابت. stable المستوى B2 المعنى مستقر أو متزن. المثال الأول The patient's condition is stable. حالة المريض مستقرة. cases المستوى A2 المعنى حالات أو قضايا أو حقائب. المثال الأول حالات There are 5 new cases of the virus. هناك 5 حالات جديدة من الفيروس. المثال الثاني حقائب I packed my cases for the trip. حزمت حقائبي للرحلة. sprain المستوى B2 المعنى يلتوي أو التواء في المفاصل. المثال الأول I think I have a wrist sprain. أعتقد أن لدي التواء في المعصم. المثال الثاني He sprained his ankle while playing football.
التوى كاحله أثناء لعب كرة القدم. twist المستوى B2 المعنى يلوي أو يبرم أو مفاجأة في القصة. المثال الأول يلوي I twisted my ankle لويت كاحلي. المثال الثاني القصة The movie has a great twist at the end الفيلم به مفاجأة كبيرة في النهاية. lesson المستوى C1 المعنى يقلل أو يخفف. المثال الأول This medicine will lessen the pain هذا الدواء سيخفف الألم. decrease المستوى B1 المعنى ينقص أو ينخفض. المثال الأول Sales continue to decrease المبيعات مستمرة في الانخفاض. reduce المستوى B1 المعنى يخفض أو يقلل. المثال الأول You should reduce your sugar intake يجب أن تقلل من تناول السكر. rib المستوى B2 المعنى ضلع. المثال الأول He broke a rib in the accident كسر ضلعا في الحادث. rip المستوى B2 المعنى يمزق أو شق. المثال الأول Be careful not to rip your shirt كن حذرا لكي لا تمزق قميصك. المثال الثاني There is a rip in the curtain يوجد شق في الستارة. كل شيء جاهز الآن. هل تريد مراجعة أي كلمة أخرى أو إضافة تعبيرات جديدة؟ wrap المستوى B1 المعنى يغلف أو يلف. المثال الأول Please wrap the gift carefully يرجى تغليف الهدية بعناية. rap المستوى A2 المعنى راب نوع موسيقى أو يطرق بسرعة. المثال الأول الموسيقى He loves listening to rap music هو يحب الاستماع إلى موسيقى الراب. المثال الثاني الطرق There was a sharp rap on the door كانت هناك طرقة حادة على الباب. rob المستوى B1 المعنى يسرق شخص أو مكان. المثال الأول They tried to rob the bank حاولوا سرقة البنك. robe المستوى B2 المعنى رداء أو ثوب طويل. المثال الأول He put on his dressing robe ارتدى رداء الحمام الخاص به. ROP المستوى C2 مصطلح تقني أو نادر أو اختصار ل Record of Processing أو متعلق بالبيانات في سياقات محددة أو خطأ إملائي شائع لكلمة robe أو rope. المثال الأول The system generated a ROP report أصدر النظام تقرير سجل المعالجة. rope المستوى A2 المعنى حبل. المثال الأول They tied the boat with a thick rope ربطوا القارب بحبل سميك. المثال الثاني He climbed up the rope تسلق الحبل. trap المستوى B1 المعنى فخ أو يحبس. المثال الأول The mouse was caught in the trap وقع الفأر في الفخ. post المستوى A2 المعنى منشور أو بريد أو وظيفة. المثال الأول منشور I'll share this post on Facebook سأشارك هذا المنشور على فيسبوك. المثال الثاني وظيفة He applied for the post of manager تقدم لشغل منصب مدير. boost المستوى B2 المعنى يعزز أو يرفع أو يدفع للأمام. المثال الأول This new marketing strategy will boost our sales. هذه الاستراتيجية التسويقية الجديدة ستعزز مبيعاتنا. المثال الثاني He needs a boost of confidence before the interview. هو يحتاج إلى دفعة من الثقة قبل المقابلة. enhance المستوى B2 المعنى يحسن أو يعزز. المثال الأول This lighting will enhance the photos. هذه الإضاءة ستحسن الصور. hurt المستوى A2 المعنى يؤلم أو يجرح أو يضر. المثال الأول جسدياً My leg hurts رجلي تؤلمني. المثال الثاني معنوياً Your words hurt my feelings كلماتك جرحت مشاعري. A fall in sales has hurt the business. أدى انخفاض المبيعات إلى الإضرار بالعمل.
going down gradually النزول أو الانخفاض تدريجياً. To see a steady decrease رؤية انخفاض مستمر. To be on a decline أو to be on the decline أن يكون في حالة تراجع أو هبوط. The figures show an upward trend in renewable energy use. تشير الأرقام إلى اتجاه تصاعدي في استخدام الطاقة المتجددة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتقدم في اللغة.